حكايتنا رحلة في خيال لا يعرف الحدود، فصولها بعيدة الأحداث ولكنها قريبة المضمون. ما الذي يحدث إن سخر العلم لمصلحة الحرب الظالمة؟ وأي ملامح يحمل زمن فيه الكلمة للقوي المعتدي؟ من يستطيع وصف لحظة الرعب؟ حتى الملاجئ لم تعد صالحة للاختباء، فلم يبقى لأهل الأرض إلا اللجوء إلى الفضاء، وهناك بنوا المراكب العملاقة لعلها تمنحهم الأمان. لم يكتفي أصحاب القوة بالأرض، فراحوا يغزون المراكب التي تحمل اللاجئين متذرعين بحجة توفير أسباب السلامة لها. فئة من الراحلين اتخذوا قرار العودة مصممين على الهدف الأسمى: إعادة الهدوء إلى الكوكب الأزرق، الأرض.